رحت عند بتاع المخبوزات وقلت له بقول لك ايه، انا عاوز طريقه الكرواسون بتاعكم والفطاير ام شوكولاته. قال لي يا باشا هديها لك، بس بشرط الناس تقول لك سلم ايديك يا ابانوب. عايز اقول لكم ان انا بكوبايتين دقيق بس عملت كل الكميه دي. يلا شجعوني عشان فخور قوي بنفسي ان انا عملت المخبوزات الحلوه دي. بصوا بقى، اول حاجه عندي كوبايه من اللبن. هنزل على اللبن ببضايه واحده، وعشان الزفاره بتاعه البيض هنزل بالفانيليا، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الخميره، رشه بسيطه خالص من الملح، معلقه صغيره من السكر، ربع كوبايه من الزيت. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، ويا جماعه لازم يتقلب كويس جدا 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 جدا. بعد بقى ما قلبت كل الكلام ده، هبدا انزل كده بكوبايتين ونص من الدقيق. بصوا يا جماعه هنزل بيه شويه بشويه، علشان ايه الدقيق كده ايه، لو النوع بتاع الدقيق ممكن يحتاج معاك دقيق، وفي نوع ممكن ما يحتاجش معاك دقيق. طب لو انا حسيت ان العجينه لسه سايله بزود شويه دقيق. طب لو حسيت العجينه نشفت قوي مني ببدا احط ايه معلقتين لبن. تمام. بصوا يا جماعه لازم كده اعجن كويس جدا. وقال لي بقى سر علشان العجينه بتاعتك تنجح معاك، لازم تعجن حوالي 10 دقايق. لو عندك كده عجان اعجن يا باشا 10 دقايق، لو ما عندكوش اعملوا تمارين الصباح في ايديكم. بصوا يا جماعه العجينه طريه وجميله من غير زبده ومن غير اي حاجه. هبدا كده اخدها والفها بالستريتش رول واسيبها كده حوالي تلت ساعه ايه تتخمر. عندي بقى بضايه، هو ده بقى اللي هيديني اللون بتاع ايه المخبوزات الحلوه. حطيت شويه من الفانيليا وقلبت كويس، وبعد كده عندي ورقه زبده حلوه حطيتها على صينيه، وبدات كده ايه عدت التلت ساعة. هاخد العجينة بتاعتنا وهبدأ كده اخدها واعملها زي كورة كبيرة، وهبدأ اقسم بقى العجينة بتاعتنا دي حوالي 8 قطع او 8 كور. طيب عايزين تقسموها اكتر مفيش مشكلة، عايزين تقسموها اقل برضو مفيش مشكلة، بس انا هقسم 8. ومن كل بقى ايه من كل كوره هعمل شكل مختلف. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم تعالوا. هاخد كده بقى كل كوره وابدا كده ايه اعملها شبه البقجه شويه. طب اسالكم سؤال، وانا ايه بعمل شبه البقجه؟ قلت لكم علشان الزفاره بتاعه البيض حطيت حاجه كده تشيل اي ريحه زفاره من البيض. حطيت ايه؟ لو مركزين معايا اكتبوا لي في الكومنتات، ويلا بقى قولوا لي سلم ايديك يا بنوب. بصوا بقى الكور خدتها حطيتها كده في طبق، واول كوره انا عملتها يعني دايره هبدا كده هي اللي هستخدمها. وطبعا بغطي بقى الكور كلها علشان ما تنشفش. بصوا يا جماعه العجينه ولا دهنت بقى تحتها زيت، ولا حطيت فيها سمنه، ولا حطيت فيها اي حاجه، ولا دقيق ولا اي حاجه. بفردها بكل سهوله. تمام. طالما اتعجنت كويس بتتفرد بكل سهوله مش بتلزق. بعد كده بقى كان عندي شوكولاته نوتيلا كده كنت انا عاملها في البيت. هبدا كده اخدها وافردها كده ايه على العجينه بتاعتنا. وبعد كده بقى بعمل شكل. هبدا كده اخد بقى النص اللي ما فيهوش نوتيلا، ببدا كده اقفله واجيب بقى السكينه. هبدا كده ايه اعمل كده شرايح وافصلها، يعني ايه اكني بقطع العجينه. بصوا يا جماعه شكلها لازم يا جماعه تمشوا بقى ايه بالتفاصيل بالظبط. انا هديكوا كذا شكل كمان. هبدا كده ايه اقفل بقى على العجينه بتاعتنا، واجيب بقى ايه عندي دي معلقه خشب عاديه، وهاخد كده الحته اللي فوق واحطها تحت. بعمل كده شبه ايه شبه الفيونكه، او شبه انتوا عارفين الضفيره بتاعت البنات زمان كانوا بيعملوها حاجات شبه كده يعني. تمام يبقى شبه الضفيره. بعد كده بقى ايه بقفل كويس قوي، ولازم اقفل يا جماعه وخلي بالكم. وبعد كده بشيل بقى ايه بالراحه خالص، وابدا بقى اخد الكلام ده واحطها فين، احطها في الصينيه اللي انا حاطط لها ورقه زبده. وعايز اقول لكم ان انا بسيبها تتخمر تاني، خلي بالكم دي خطوه مهمه لازم تسيبوها تتخمر تاني. بقى شكل خدت برضو وبدات كده افرد على هيئه دايره، وبعد كده برضو بدهن شوكولاته زي ما انتم شايفين لازم يا جماعه. وبقفل كده، وشايفين بقى الحته اللي تحت انا سبت حته من تحت كده. الحته اللي تحت كده ببدا كده اعمل فيها ايه حتت بالطول زي ما انتم شايفين. تمام. وبعد كده بقفل بقى ايه بتديني بقى شكل جمالي. بقول لكم ايه بجد هتجربوا وهتدعوا لي وهتدعوا لصاحب الفرن اللي قال لي الطريقه. بصوا يا جماعه شكلها حلو ازاي. وببدا كده برضو بعمل شكل تالت. هعمل لكم بقى شكل ايه الكرواسون ابو شوكولاته ده. بصوا يا جماعه ببدا افرده كده وبعمل ايه سبعات تمانيات. بصوا يا جماعه العجينه حلوه وجميله، ويا جماعه بجد هتدعوا لي يعلم ربنا انتوا هتدعوا لي. بعمل كده سبعات تمانيات. وبعد كده باخد بقى حته شوكولاته صغننه كده. عايزين تحشوها جبنه على فكره ممكن تمام، بس يعني هنزل لكم بقى طريقه اللي هي ايه الحشو اللي هو ايه الحادق. بصوا يا جماعه شبه الكرواسون كده اللي هو المولتو اللي احنا بنشتريه. وببدا برضو اسيبها تتخمر بتاع ايه 10 دقايق ربع ساعه. بصوا يا جماعه بعد التخمير بصوا بيتضاعف حجمها وبتبقى حلوه جدا. من كوبايتين دي عملت كل الكميه دي.
طريه وحلوه. وهاخد بقى كل الحلاوه دي هدخلها الفرن على درجه حراره 200، لازم درجه حراره عاليه. بسيبها وبتقعد حوالي 10 دقايق بتستوي. لو لقيتها كده لسه بيضه من فوق واستوت من تحت، بفتح عليها الشوايه لمده دقيقه. بتاخد بقى الشكل اللي انتوا شايفينه، شويه كرواسون بالشوكولاته مع شويه فطاير مليانه شوكولاته والحشو جميل. هتدعوا لي لو الفيديو عجبكم، اعملوا له شير لكل حبايبكم، واستنوا وصفات حلوه قوي. بحبكم قوي.